تعالى انت كنت كاتب سؤال على فيديو الاسئله اللي فات، انا عارف. النهارده هنجاوب على اهم الاسئله اللي اتسالت الفتره اللي فاتت على القناه. ده تاني فيديو اسئله نعمله على القناه، وان شاء الله نحاول نثبت فيديو اسئله كل شهر. كالعاده لو عندك سؤال مهم سيبه هنا في الكومنتات بتاعت الفيديو ده علشان ارد عليه في الفيديو اللي جاي. انزل اعمل لايك وسبسكرايب علشان عايزين نوصل لل 50000 قبل اخر السنه ان شاء الله. خلينا بقى نبدا. السؤال الاول ده اتكرر كتير خصوصا الفتره اللي فاتت، فحبيت ابدا بيه الفيديو. ايه افضل فيزا للشراء من على علي اكسبريس وما تكونش فيزا مشتريات؟ بص، مبدئيا انت مش محتاج كريدت كارد او فيزا مشتريات علشان تشتري من على علي اكسبريس. اي فيزا ديبت بتطلع مع اي حساب عادي انت بتعمله في اي بنك ينفع تشتري بيها من بره، ولكن مشكله دايما او غالبا بتبقى مشكله في الليميت بتاع الشراء. يعني الفيز الدوليه دي او الفيز اللي بتشتري من بره مصر بيكون ليها ليميت انت تقدر تصرفه بالدولار كل شهر ثابت، واغلب الفيز في البدايه او اغلب الفيز بتاعت الحسابات البسيطه بيكون الليميت بتاعها حوالي 5000 جنيه 10000 جنيه وهكذا. فطبعا ده ممكن يكون ليميت يمنعك ان انت تشتري الحاجه اللي انت عايز تشتريها سواء من اي موقع، مش لازم علي اكسبريس، ممكن امازون بره، اي حاجه بتدفع اشتراك مثلا مشترك في خدمه او كده، فالموضوع ده يعمل لك مشكله. فانت لازم الاول تدور في البنوك وتشوف الكروت اللي ممكن تطلع على الحساب اللي انت تعمله، وتعرف الليميت بتاع كل كارت يسوى كام. والكروت بتبقى متقسمه في البنوك على فئات. انا شخصيا بستعمل فيزا من بنك مصر، وهي فيزا الفئه بتاعتها بلاتينيوم او تيتانيوم تقريبا، لونها رصاصي كده. الكارت ده بيديني ليميت شراء دولي من بره مصر كل شهر 30000 جنيه، واعتقد ده هيكون ليميت كافي قوي لاغلب الحاجات اللي انت هتكون محتاج تشتريها. معايا برضو فيزا تانية من بنك القاهره، وهي برضو فيزا تيتانيوم تقريبا، لونها اخضر كده، وبتديني لنفس الليميت ال 30000 جنيه. اما بالنسبه للفيز البريبيد اللي هي زي تيلدا او الفيز اللي انت كنت بتطلعها من البنك من غير حساب، الفيز دي ما بقتش بتشتري دولي. السؤال الثاني هو ويندوز 11 احسن ولا ويندوز 10 احسن، وانت جربت ويندوز 11 ولا لا؟ ويندوز 11 ابتدى ينزل له تحديثات كبيره وابتدى يبقى اعتمادي اكتر، ولكن انا شخصيا مش حابب الواجهه الجديده بتاعته وحاسس ان هو اصلا ملوش لازمه. جربته فتره اول ما نزل وبصراحه ما جاش معايا سكه خالص، ورجعت تاني لويندوز 10. ولكن على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير بتحكي تجاربها مع ويندوز 11 والفرق بينه وبين ويندوز 10، فلو انت مهتم ممكن تدور وهتلاقي يعني. وانا ان شاء الله في الفتره الجايه هعمل فيديو تجربه ليا مع ويندوز 11 بعد الفتره الطويله دي. لو سمحت، انا عايز تجميع اقتصاديه للالعاب بفريمات كويسه شويه. هل ينفع احط اي 5 جيل رابع مع كارت ار اكس 580 جيجا ولا هيحصل عنه زجاجه؟ هينفع تحط الكارت ده مع البروسيسور ده اصلا اكتر بروسيسور يعتبر مستخدم مع الكارت ده، هيديك اداء كويس وهشغل كل الالعاب، حتى الالعاب الجديده هيشغلها على اللو. وما تخافش مش هيبقى فيه عنق زجاجه ولا حاجه، بس يستحسن بعد كده لو قدرت تغير المنصه وتطلع لجيل من الاجيال الجديده هتاخد اداء احسن بفرق كبير. هو زد 440 بزيون اي 5 1620 في 4 و16 60 6 جيجا ورام 16 من مول البستان كويسين، يا رب تجاوب. بص، عموما معالجات زيون مش احسن حاجه في الالعاب، والكلام ده انا قلته قبل كده في فيديوهات كتير. لو تعرف تجيب اي 7 جيل رابع هيكون افضل بالنسبه للالعاب، بس على حد علمي الزد 440 مش بياخد في 4. انا اللي انا اعرفه انه بياخد من اللي هو الجيل بتاع ال 1600 ده بياخد منه الفي 3 بس، فبرضه انت اتاكد من الموضوع ده. بس كمجمل يعني الجهاز اللي انت بتقول عليه ده هيكون شغال معاك كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش رايك في بي سي التصميم 3 دي رايزن 5 5600 وار تي اكس 3060؟ كويس جدا كبدايه وهيسد معاك في اي حاجه خصوصا بال 3060، فلو انت ناوي تشتري يعني اتكل على الله. الراجل ده عنده سؤالين: هل برايك الواحد يستنى الجيل ال 14 ولا يشتري دلوقتي؟ وايه رايك في الجيل ال 13؟ الجيل ال 13 ممتاز جدا، وكل الاخبار اللي قدامنا بتقول ان الجيل ال 14 مش هيبقى قفزه كبيره اصلا في الاداء، ممكن بس تستناه علشان اسعار الجيل ال 13 تنزل شويه. سؤاله الثاني بيقول: هل برايك كروت ار تي اكس 2000 بتحقق القيمه الافضل جديده ولا مستعمله؟ بالنسبه لكروت ال 2000 فانا مش بشوف ان هي احسن قيمه، خصوصا ان فروق الاداء ما بينها وما بين الجيل اللي هو قبلها اللي هو جيل 1000 مش فرق كبير قوي. بس بالنسبه لي لو لقيت 2080 او 2080 تي اي بسعر منطقي هيبقى كويس قوي معاك، يعني يعتبر صفقه. وطبعا خليك في الكروت المستعمله، حتى لو لقيت منهم كروت جديده يعني خليك في المستعمل عشان تاخد قيمه كويسه. غير كده بقى حاول تطلع لجيل ال 3000 او تشوف حاجات اي ام دي. بتنصح بالار اكس 580 8 جيجا؟ ايوه بنصح بيه، كارت ممتاز مقارنه بسعره، ورغم عمره الطويل مازال لسه قادر يشغل اغلب الالعاب الجديده خصوصا بسبب ال 8 جيجا في رام بتاعته، وكمان بيشتغل كويس مع البروسيسورات القديمه ومش بيعمل عنق زجاجه نهائي. وان شاء الله ناوي اجيب نسخه من الكارت ده ويكون ليا تجربه معاه على القناه هنا عندي بفيديو ان شاء الله قريب. يا جدعان، موضوع علي اكسبريس مبدئيا مش بيبيع اي حاجه من الحاجات دي. علي بابا موجود عليه تكاتك وموتوسيكلات وحاجات كده، وانا ما جربتش ومحدش جرب يشتري حاجه من الحاجات دي، ومحدش عنده استعداد ان هو يحط 40 50 الف جنيه في حاجه ويلاقيها جايه له فيها قصه ويدفع عليها شحن قد سعرها مرتين وجمارك، والقصه دي فاشله ما تشغلش دماغك، هي فاشله مش هتشتغل. ما تجرب، عايز تجربها على مسؤوليتك جربها، انا ماليش دعوه، ما اعرفش يعني. محدش سالني، عشان برضو كان في حد قبل كده سالني عن الموضوع ده بيقول لي عايز اشتري موتوسيكل.
السؤال دلوقتي، انا لو حابب اطور بعدين واجيب بي 660 تاف جيمنج بلس واي فاي دي دي ار 4، وانت تنصحني ببورده تاني بس تنفع للتطوير وهتوكل على الله واجيب باذن الله تعالى 12400. بص، في بورده من ام اس اي اسمها بي 660 ام داش اي دي دي ار 4، في منها مايكرو اي تي اكس وفي منها اي تي اكس كامل. البورده دي تعتبر من احسن بورد البي 660 في التطوير، خصوصا يعني بسبب دوائر الطاقه اللي فيها، وتقريبا برضو في منها نسخه واي فاي. البورده دي اي بروسيسور هتركبه عليها، انا عايز اقول لك ان انت لو طلعت للاي 9 هيشتغل معاك بكامل كفاءته، مش هتواجه اي مشكله. وال 12400 بروسيسور ممتاز، انا شغال عليه على الجهاز بتاعي يعني، فتوكل على الله. انا عندي كارت 1060 3 جيجا ومعالج اي 3 جيل 10. هل ينفع اركب كارت زي ال 3050 على المعالج ده والبورده؟ طيب بص، هو هيشتغل معاك كويس وكل حاجه، بس عشان تتفادى اي عنق زجاجه ممكن يبقى موجود، حاول تطلع للاي 5. ممكن تبيع الاي 3 اللي معاك وتجيب الاي 5، ومش هيبقى فرق جامد في السعر، وساعتها عموما هتقدر تركب اي كارت انت عايزه ومش هتقلق خالص من موضوع عنق الزجاجه ده. كان سؤالي كذا 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 كذا، والفلوس اللي قدرت احوشها حدود 12000 جنيه، فحضرتك تنصحني بايه ويا ريت المواصفات؟ للاسف بالسعر ده هيكون صعب ان انت تجيب حاجه من الاجيال الجديده، فممكن تشوف اي 5 جيل تاسع مع اي بورده استعمال و16 60 6 جيجا، او ممكن تطلع للجيل العاشر، بس ده طبعا على حسب الاسعار اللي هتلاقيها عندك، وطبعا 16 جيجا رام، وجهاز بالمواصفات دي هيكون كويس قوي معاك يعني. بص، هتلاقيني دايما بقول لك يعني، هتلاقيني دايما بنصحك في الاجهزه الرخيصه بالذات، او الميزانيه اللي هي حوالي 10000 وكده، بنصحك دايما ببروسيسور عالي، ومش بهتم قوي بنقطه الكارت، لان انت يعني بمجرد ما جبت بروسيسور جيل حديث، فانت كده طلعت من مشكله عنق الزجاجه اللي هي ايه، لو انت تفضل محصور مثلا ما بين الجيل الثالث والرابع في البورد القديمه او كيسات الاستيراد او كده. فانا دايما بحاول حتى لو انت معاك البادجت تقدر تخليك تجيب كارت عالي وبروسيسور متواضع شويه، لا انا بخليك دايما او بقول لك ان انت تجيب بروسيسور اعلى شويه مع كارت عادي، وانت في المستقبل تقدر تغير الكارت بسهوله يعني. الكارت مش هتبقى مشكله، الكارت بيتشال ويتحط، انما البورده والبروسيسور ممكن تضطر تغير معاها المنصه بالكامل، الرامات، بورده، بروسيسور، هتبقى قصه طويله بالنسبه لك يعني. ممكن تغير الكيسه كلها اصلا بسبب كيسات الاستيراد وكده. فانت حاول تشوف حاجه جيل تاسع، جيل عاشر، حاجه من الاجيال الحديثه، وهتفرق معاك جامد في الاداء. وبعد كده حتى لو عوزت تغير الكارت قدام هتعرف تجيب اي كارت انت عايز تركبه. كارت شاشه ممتاز مع الاي 3 10100 اف، تنصحني فيه؟ تحياتي من المغرب. احلى تحيه طالعه من البحيره هنا لرجاله المغرب. عندك الار اكس 570 والار اكس 580 بنسخهم ال 4 وال 8 جيجا، عندك ال 1060 ال 6 جيجا، عندك 1650، عندك 1660، عندك الار اكس 5600 اكس تي. كل دي كروت هتديك اداء كويس قوي، وغالبا مش هتعمل معاك عنق زجاجه على الاي 3 10100 اف. السلام عليكم. وعليكم السلام. معايا جهاز جيل رابع عايز احدث فيه، اقدر العب لول وسي اس جو والحاجات دي؟ بصراحه الميزانيه ما سمحتش اجدد كل حاجه. طيب هو كاتب لي مواصفات وبيقول لي مش عارف اجيب ماذر بورد ايه، عايز يجيب اي 5 جيل 10 مع 16 جيجا رام دي دي ار 4، معايا حوالي 12000. بص، انت محتاج برضو تعلى بالكارت، لان ال 1050 تي اي ده كارت ميت تعبان قوي. الاي 5 مع اي بورده بي 560 و16 جيجا رام كله طبعا استعمال هيقرب من حدود ال 10000 جنيه. حاول تزود 2000 كمان مع ال 2000 اللي هيتبقوا وتجيب لك 1060 6 جيجا او ار اكس 580 8 جيجا، هيفرقوا معاك قوي في الاداء بدل ال 1050 اللي موجود عندك. لو بورده استيراد باظت وغيرتها مره وباظت تاني، اجيب بورده وكيس وباور واعملها تجميع، ولا ارجع اركب بورده استيراد؟ بص، ما انت معنى ان البورده تبوظ منك كذا مره في نفس الجهاز غالبا كده في عيب في الباور سبلاي اللي عندك، ولو استخدمت الباور ده تاني على بورده جديده ممكن يحرقها لك برضه. فاحسن لك تجيب جهاز استعمال مش استيراد، جيب لي جهاز استعمال شخصي، حد كان مجمع تجميع استعمال وخدها منه، هيكون احسن بفرق كبير يعني. ار اكس 7800 اكس تي ممكن يشتغل مع رايزن 5 5500. هيشتغل، بس انت طالما ناوي تطلع لكارت كده فيعني غير البروسيسور على الاقل، جيب لك حاجه اي 7 ار 7 مثلا، اي 7 جيب لك رايزن 7 مثلا، هتستفيد من كامل اداء الكارت، لان ده كارت جامد قوي الصراحه. الافضل الرايزن 5 4650 جي ولا الاي 3 100 اف 10100 اف؟ الرايزن 5 4650 جي. المعالج اي 7 جيل سابع وكارت شاشه كوادرو ام من 2200 كافيين لسنه 2023. الكوادرو كروت فاشله في الالعاب، كلمه واحده. اقل واجب تجيب لك 1060 6 جيجا او ار اكس 580، هيديك فرق جامد في الالعاب. بدي اشتري تجميع مواصفاتها كالتالي، وش رايك؟ رايزن 3 3200 جي. المعالج ده بقى يعتبر ضعيف دلوقتي، وخصوصا مع الالعاب الجديده وخصوصا مع الكروت العاليه، هيعمل لك عنق زجاجه غالبا. ممكن تخلي كل حاجه زي ما هي وتطلع للرايزن 5 4650 جي، هيفرق معاك جامد. ايه افضل تجميع بكارت خارجي بسعر 15 مستعمله دلوقتي؟ بص، لو عرفت تلاقي اي 5 جيل 10 مع اي بورده ورامات في حدود ال 10 او 10 وشويه، هيكون سعرها كويس قوي. لو مفيش، شوف
رايزن 5 3600 مع اي بورد اي ام 4 ورامات 16 برضه. وحاول بقى ما تنزلش عن كارت زي الار اكس 5600 اكس تي، هتلاقيه دلوقتي في السوق المستعمل هنا في مصر بحوالي 5 ونص. حاول ما تنزلش عن كارت زي ده عشان تاخد اداء كويس فعلا بالسعر اللي انت هتدفعه. بكده نكون ردينا على الاسئله اللي انا عرفت اجمعها. لو في سؤال انت سالته وانا ما ردتش عليه حاول تكتبه تاني هنا في الكومنتات بتاعت الفيديو ده، وان شاء الله هرد عليه في الفيديو اللي جاي بتاع الاسئله. المهم بس قبل ما تطلع ساعدنا نقفل 50000 مشترك يا جدعان. في ناس كتير قوي بتتفرج عليا مش مشتركه. لو انت مهتم بالمحتوى او بتتفرج ومتابع القناه او بتتفرج ومهتم بالمحتوى بتاعي، اعمل اشتراك يا عم، مش خسران حاجه يعني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف الشكر على خير، مع السلامه.